السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. أنا الذي وصف الطريق لكل سائل وضل طريقه. أبطالنا النهاردة هم 4 إخوات غير أشقاء بيروحوا يزوروا والدتهم المريضة في آخر أيام حياتها، لكن فجأة بيلاقوا نفسهم اتورطوا مع عصابة واتحبسوا معاهم في البيت، والصدمة لما بنعرف مين هو زعيم العصابة. وبيبدأ فيلمنا النهارده مع دكتور تورنير، وبنشوفه هو قدام باب بيت وبيخبط عليه وبيتكلم مع راجل عجوز اسمه ميتشال، وبيبقى واضح ان تورنير غير مرحب بيه نهائي، وبيعرفوا ميتشال ان غريس زوجته على وشك الموت وانه مفيش فايده من حاجه، لكن بيقاطعه تورنير وبيقول له انه في ايده يساعده، وبيديله شنطه وبيبقى واضح ان الشنطه دي فيها السبب في علاجها، وبيقبلها منه ميتشال وهو عارف انه مش هيعمل بيها حاجه. ومن ناحيه تانيه بنشوف ترافيس ابن غريس من جوزها الاول وهو في العربيه وفي طريقه لزيارتها بعد خروجه من السجن، وبيتصل بيه احد الديانين وبيطالبه بالفلوس اللي عليه، وبيبقى واضح ان احوال ترافيس الماديه متدهوره بعض الشيء. وفي نفس الوقت ده بنلاحظ ان ميتشال بيحاول يخبي مكان صوره معينه وما بيبقاش واضح السبب، وفي الوقت ده بيوصل روني وتي جي اولاد غريس وميتشال، وبيسيبهم ميتشال مع والدتهم علشان يودعوها في اخر ايامها، وبيقعدوا بعدها مع بعض وبيتكلموا في وضعهم الحالي، وبنعرف ان لسه ليهم اخ غير ترافيس وبيكون اسمه براد، وبيبقى الشقيق الاصلي لترافيس، وان جوز غريس الاول اتوفى في ظروف غامضه وبعدها اتجوزت من ميتشال، لكننا بنتفاجئ بالشنطه اللي اخدها من دكتور تورنير، وبنفهم من الاب ان غريس ليها ثروه كبيره بس مش هيقدروا انهم يستفادوا بيها غير بعد موته، لانه كتب كل اموالها باسمه علشان اخواتهم ما يشاركوش في الورث. وبيبقى روني متضايق جدا لانه مش قادر يستنى لما والده ميتشال يموت، وبعدها بنشوف روني وتيج وهم بيتناقشوا في انهم مستنيين والدتهم تموت ومش عايزين يعالجوها علشان الورث، ومش هيقدروا يستنوا لما ابوهم يموت، فبيتفاجئوا بوجود ترافيس وبيسالوه عن الوقت اللي خرج فيه من السجن والسبب في الدخول، فبيقول لهم انه اتسجن المره دي بتهمه التعدي، وبيحاول روني انه يثير غضب ترافيس، وبيعرفه ان ميتشال بيحاول يسرقه وبيشغله عنده بدون مقابل، وبيوصل له فكره انه خايف عليه لانهم اخوات. واخيرا بيوصل اخوهم الرابع براد وبيبقى معاه حبيبته ميليسا، وبنشوفهم وهم في العربيه وبتحاول ميليسا انها تتاكد منه اذا كان هيبقى مرتاح بعد ما يزور والدته الزياره الاخيره ولا لا، وما بيبقاش عارف يرد عليها يقول لها ايه، فبيكتفي بانه بيسكت. واول ما بيوصلوا للبيت بيبقى واضح جدا ان الاخوات الاربعه بيكرهوا بعض جدا، وبيبقى براد محرج جدا قصاد حبيبته، وبيدخل عليهم ميتشال وبيزود احراجه وبيسالوا عن ميليسا بمنتهى الاستنكار، وبيروح لترافيس اللي بيكون عاوز يخلص على والدته بسبب ديونه، لكنه بيتراجع وما بيطلعش الشيء اللي هيموتها بيه اللي معاه في جيبه، وبيجي دور براد وميليسا في انهم يدخلوا لغريس وبيبقى واضح عليها شده المرض، وفي وقت تاني بنشوفهم متجمعين كلهم تحت قصاد المدفأ زي ما طلب منهم ميتشال علشان يعرض عليهم وصيه ومذكرات غريس والدتهم، وفعلا بيقرا قصادهم ميتشال المذكره الخاصه بغريس، وبتبقى بتحكي فيها انه في سنه 1982 اتوفى زوجها الاول برادلي، وبتعرفنا ان موته بالنسبه لها كان بمثابه هبه من ربنا ليها، وانه على الرغم من ان ليها اشخاص بيساندوها الا انها كانت تتمنى انهم يكونوا اولادها، وبتكمل وبتقول انها تتمنى انها تلاقي ناس يحبوها ويزعلوا على موتها مش يفرحوا ويستنوا ميعادها زي ما عملت مع جوزها الاول. وبنلاقي براد بيحاول ياجل وقف الاجهزه عن والدته، لكن روني بيتعصب عليه وبيقول له انه مستني الورث اكتر منهم، ولما بتتدخل ميليسا بيتقلب الموقف بمشاده حاده ما بينهم، وبنشوف الاخوات ترافيس وبراد مع بعض، وبيبقى الواضح ان ترافيس بيكون واصله نفس فكره روني، وهي ان براد بيدعي المثاليه لكنه من جواه بيتمنى موت والدته على الرغم من انه مش محتاج فلوس زي ترافيس. وبنشوف براد مع ميليسا في اوضتهم وبيعتذر لها عن اللي عمله روني عند المدفأ، لكنها ما بتكونش مهتمه بشكل خاص بالنقطه دي، لكن اللي مش قادره تفهمه انها حاسه انه مخبي عليها حاجه، وبيضطر براد انه يحكي لها الحقيقه، وهي ان الشنطه فيها علاج خاص بوالدته، يا اما هيرحمها من العذاب وتموت او هيرحمها من العذاب ويساعد في شفائها. وبتستفسر منه ميليسا عن السبب في انهم مش عايزين يجربوا العلاج، لكنه بيفضل انه ما يتكلمش، وبيبقى ميتشال واقف وبيتصنت عليهم. وفي الوقت ده من ناحيه تانيه بنشوف تيج وهو بيسال روني عن صوره معاه لوالدته، وبتبقى صوره زفافها على برادلي، وبيعرفوا روني انه كان قاسي عليها وبيضربها طول الوقت. وبنرجع مره تانيه لبراد اللي بيبقى نايم لكنه بيصحى على صوت حركه غريبه في البيت، ولما بينزل علشان يتفقد المكان بيلاقي التلفزيون شغال ومفيش حد بيتفرج عليه، فبيطفيه، وبيلاحظ حركه بره البيت وبيقرب من الباب علشان يتاكد من اللي سمعه، فبيلاقي الباب الخلفي مفتوح، فبيقلق جدا وبيطلع يصحي اخوه ترافيس، وبيعرفه ان في حركه غامضه في البيت وتقريبا في حرامي، وبيلاحظ ان سلك التليفون مقطوع، وفجاه كهرباء البيت بتفصل، وبيبقى واضح ان في حد هو اللي فصلها لان الكهرباء في الخارج بتكون شغاله،
كده، وبيتفقدوا البيت في وسط ضلمة محوطاهم من كل مكان، وبيحاولوا يوصلوا للفاعل اللي عمل كده، لكن فجأة بيسمعوا صوت صريخ ميليسا وبيتوتروا جدا وبيحاولوا يدوروا عليها. وبيبدأ براد يتتبع صوتها اللي بيكون واضح انه جاي من خارج البيت. وفي الوقت ده بيلاحظ ترافيس ان الشنطة اللي فيها المصل المعالج لوالدته مفتوحة، وكأن كان في حد بيستعد لعلاجها. وبنرجع مرة تانية لبراد وهو بينده على ميليسا وسط الأشجار والضلمة، لكنه بيتفاجئ بخيالات مظلمة وبيلاقي ميليسا خارجة منها. لكن الخيالات لما بتقرب منه بيكتشف انهم اشخاص ملثمين وبيبدأوا يطاردوه، وبيقدر براد انه ينجو منهم ويدخل البيت. بس الغريب ان ميليسا ما اتأذتش منهم على الرغم من انها كانت خارجة من نفس المكان اللي هم فيه. وبيدخلوا لغرفة والدتهم يستخبوا فيها، وبيبقى ده اكتر مكان مناسب. ولكن للأسف الملثمين مش بيتراجعوا عن مطاردتهم وبيكونوا عاوزين يتهجموا عليهم. وغريس الام بتخاف وبيبقى واضح على الأجهزة، بس لما الملثمين بيحسوا ان غريس ممكن تتأذي بيتوقفوا فورا عن اللي بيعملوه. ولما بيحاول يتأكد ترافيس انهم مشيوا بيتفاجئ بالملثم ظاهر ليه من تحت الباب، لكنه بيمشي وبيسيبهم في هدوء. وبتبقى ميليسا متصابة وبيحاول براد انه يعالجها، وبتقول له اثناء معالجتها انها شافت تيج هناك وواضح انه فاقد الوعي. فبيظن براد ان الملثمين بيطاردوهم بسبب اخوه ترافيس لانه اعدائه كتير، وبتحصل بينهم مشادة كلامية وبيحتدوا على بعض. لكن فجأة الكهرباء بتفصل تاني وبيقفوا مصدومين قصاد اجهزة التنفس لغريس. لكن لحسن حظها ان الاجهزة بتشتغل بالمولد الكهربي الذاتي في حالة اذا الكهرباء فصلت لاي سبب. وبيبصوا من الشباك واخيرا بنفهم غرض الملثمين، وبيبقوا فريق لانقاذ غريس وكاتبين اسم العقار ميرسي اللي في الشنطة اللي فيها العلاج. وبيقترح ترافيس انهم يدوا لغريس المصل، لكن براد بيبقى خايف انهم ممكن يموتوها بايديهم ووقتها هيتعرضوا للمساءلة القانونية. لكن ترافيس بيأكد له انه اكيد العلاج ممكن ينجح، وبيكمل وبيعرفوا انهم مش هيقدروا يورثوا حاجة منها، وده اللي اكد له عليه روني. وعلى الرغم من انهم مقتنعين بالاقتراح ده الا انهم بيبقوا متوترين جدا. واخيرا بيقرر روني يتصل بالشرطة، لكن موبايلاتهم بتكون بعيدة عنهم وهيبقى في مخاطرة لو حد منهم خرج. وبنشوف خوف براد الواضح على اخوه لاول مرة، ولكن ترافيس بيأكد له انه هيقدر. وفعلا بيخرج ترافيس ومعاه الكشاف وبيحاول يوصل لغرفته. واول ما بيوصل بيكتشف ان جميع الموبايلات مش موجودة في مكانها، وبيحس هنا انه في ورطة وبيقرر يتخلى عن اخوه ويهرب ويسيبه. وبنشوفه هو بيحاول يخرج بره وبيبدأ يشغل الموتوسيكل الخاص بيه. في نفس الوقت ده بيبقى ميليسا وبراد واقفين مستنيينه، وبنفهم من كلام ميليسا ان براد مش واثق ان اخوه هيبقى بيحبه بجد وهيرجع تاني ينقذهم. ومرة واحدة بيلاقوا ملثم اقتحم الشباك ودخل عليهم. وفي الوقت ده بنلاقي ترافيس خاف وساق بأقصى سرعة علشان يقدر يهرب. ومرة واحدة بيجي واحد من ضمن الملثمين وبيوقعه وبيضرب عليه الرصاص عن طريق الخطأ. وفجأة بنلاقي الملثم بيشيل القناع وبنكتشف انه مصدوم انه قتل حد، وبنلاحظ عليه كبر سنه. ومن اول هنا هنفهم تفاصيل الملثمين. وبنرجع فلاش باك لقبل هجوم الملثمين بساعات، وبنشوف الملثمين وهم في طريقهم لاقتحام البيت وبيطلعوا غرفة غريس علشان يدوها المصل، لكنهم بيتفاجئوا بوجود ميتشال جنبها. ولما بيحاول الملثم يهرب بيشوفوا ميتشال، وبتبدأ المعركة ما بينهم اللي بتنتهي بموت ميتشال، وبيحاولوا يتخلصوا من الجثة. وفي الوقت ده بيكون تيج بيتفرج على التلفزيون، ولما بيحس بالملل بيشغل شريط فيديو قديم موجود في المكتبة، وبتبقى غريس والدته هي اللي بتتكلم فيه. وبنعرف انه تسجيل لكواليس برنامج قديم كانت بتقدمه غريس في ايام شبابها وايام زواجها من برادلي. وبتنزف وقت التسجيل للاسف، وبيتأثر تيج وبنلاقيه بيسمع صوت حركة غريبة في البيت، فبيحاول يستكشف اللي بيحصل حواليه. ومرة واحدة حد بيضربه على راسه. وبنروح لروني اللي بيقلق من النوم وبيلاحظ ان في جزء من جدران السلم مكسور لكنه ما بيهتمش. وفي الوقت ده بنشوف تيج وهو متكتف وبيتسحب على الارض من الملثمين. وبنرجع مرة تانية لروني اللي بيلاحظ شيء غريب في الحمام، ومرة واحدة بيلاقي ملثم هجم عليه، ولما بيحاول يدافع عن نفسه ما بيقدرش. وبتنتهي المعركة بان روني هو اللي بيموت. وبيبقى براد ابتدى يقلق من النوم على صوت المعركة اللي كانت مع روني، ولما بينزل بيلاقي التلفزيون مفتوح. وبنشوف تيج وهو بيبتدي يفوق وبيلاحظ ان الملثمين متوترين ان يكون في حد منهم اتصاب وعاوزين ياخدوه للمستشفى. وبنفهم اللي حصل لميليسا، وبنشوفها لما قلقت هي كمان وحاولت تستكشف اللي بيحصل، وبتتفاجئ بالملثم قدامها فبتصرخ. وبيبدأ براد يقلق عليها ويحاول يعرف مكانها. واثناء ما بتكون في الخارج بيحاول تيج يستنجد بيها، لكنها بتتخض وبتصرخ فبيقتلوه الملثمين. وبنقدر نفهم تحركات الملثمين في الوقت اللي كان براد وميليسا وترافيس فيه في غرفة غريس. وبيبقى واضح فعلا ان الملثمين انسحبوا فورا اول ما حسوا ان غريس ممكن تتأذي. وفي الوقت اللي كان الملثم بيحاول يحرق فيه كل الاخبار والوثائق عن موت برادلي زوج غريس الاول، كان براد بيحكي لميليسا ان موت والده ما كانش طبيعي، وان الكنيسة اللي ساعدت والدته في التخلص منه لانه كان بيضربها وبيعنفها باستمرار وهم حاولوا انهم يساعدوها. وبنرجع مرة تانية
تانية للحاضر، وبنشوف وقت ندم الملثم على قتل ترافيس وانهيار براد من الناحية التانية على موت أخوه، وبنبقى شايفين الصراع في الاتجاهين، من الملثم وهو متوتر بسبب قتله الإنسان زيه، ومن براد اللي بقى منهار على وضعه وعلى موت أخوه. وبيهدى الملثم أخيرا، وبيتم أخيرا الكشف عن رئيسهم، وبيكون دكتور ترونير، وبيعتذر لهم لأنه ما كانش متخيل إن الأوضاع هتسوء بالشكل ده، لكن اللي قتل ترافيس كان منهار وانسحب من خطته نهائي. وبعد ما بيمشي بيتكلم ترونير مع فريقه، وبيطلب منهم إنهم يكملوا اللي بدأوه، وبيعرفهم إنه كان متخيل إنهم هيدخلوا ويخرجوا في سلام من غير أي أذية لحد، وبتفضل الأوضاع زي ما هي لغاية تاني يوم الصبح. وبنشوف براد وميليسا وهم مع بعض، وبيعرفها براد إنه لازم يواجه، وبالرغم من اعتراضها على موقفه إلا إنها بتبقى معاه، وفعلا بيخرج براد ومعاه سكينة في إيده، لكنه بيتفاجئ بأعداد ملثمين كتيرة غير ما كان متخيل، فبيرجع في قراره وبيحاول يهرب، لكنهم بيمسكوا ميليسا وما بيقدرش ينقذها، فبيطلع على السلم بسرعة وبيوصل لغرفة والدته، وبيعرفهم إنه هيديلها المصل حالا، وفعلا بيطلع المصل وبيركبه في الجهاز، وبيبدأ يشغل الجهاز، وفعلا بتبتدي تتحسن غريس فورا، وبنشوف تورنير وهو بيبكي من فرحته. وفي آخر الفيلم بنشوف غريس وهي خارجة للمستشفى علشان تكمل رحلة العلاج في أيادي أمينة، وبيبقى باين على نظراتها لابنها براد حزنها الشديد على عدم حبه ليها بمقدار محبتها ليه. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم.